السلام عليكم خواتي. وياكم الملم علي، وإن شاء الله هذا درسنا الثاني اللي هو حسب طلبكم طريقة ترتيب المجلس. طبعا طريقة ترتيب المجلس، أولا نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. نقول نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الحضور راح يردون وراك الصلاة على محمد وآل محمد. النوب تقولين الثانية على حب الحسن والحسين، والثالثة على حب فاطمة الزهراء بأعلى الأصوات. خلصنا من الصلوات المحمدية، من بعدها تبدي قصيدة القعدة. طبعا اعتذر منكم، أنا صوتي شوي متغير لأن تعرفون تغيير جو وفلاونزا، بس ما قدرت أطول عليكم أكثر، وشفت البنات خطية هواي طلبوا مني طريقة ترتيب المجلس. من بعد الصلوات المحمدية نبدي بقصيدة القعدة اللي هي الرباعية. طبعا عندكم أطوار يعني كلش هواي بالنسبة للقصائد القعدة، عندك الرباعية، عندك بالأطوار الثقيلة، يعني أنواع. المهم اختاريت لكم قصيدة على مود نطبق عليها، اللي هي هذه القصيدة مربوعة للقعدة، وهي بقلم الشاعرة أم حوراء الأسدي. تصير ضربتها كالتالي: مثلا صباح خالي المهد بعد اجتيه الزين، صباح خالي المهد بعد اجتيه الزين. هذه قصيدة القعدة، راح نطبق عليها الدرس إن شاء الله. هيك راح تصير: صباح خالي المهد بعد اجتيه الزين. هيك الضربة راح تصير. طبعا هذا المستهل، مأشرت لكم السهم، هذا المستهل. هاي الشطرين اللي بالبداية هي مستهل، يصيحوا لها مستهل هذه. صباح خالي المهد بعد يجتيه الزين، يا مدلولة بعد المنتيلولين. هذا المستهل يجي من بعده النص هذه الأبيات يصيحوا لها النص. الله يعين قلبك يا الغريبة، حا يردون وراك. حبيبي موت من يبقد حبيبه، حا نار القلب ما تطفى لهيبه، حا على هذا المصاب وش حالي لي حسين، صباح خالي المهد بعد اجتيه الزين. هذا بالنسبة للقصيدة القعدة، هذه أول قصيدة. من بعدها هذا طريقة ترتيب المجلس. من بعدها راح تجي النعي والحديث، النعي والحديث. طبعا كلنا نعرف النعي. نبدي أولا نقول: صلى الله عليك يا مولاي، ويا ابن مولاي، يا غريب يا أبا عبد الله، يا من نحره يا من حوره، وصدره بحوافر الخيل مكسورة، ورسه من بلد إلى بلد يدور، على الخل الحريم بغير والي، يما يا الولد يا ابني. طبعا هذا بقلم الشاعرة نور الهدى المياحي، هذا النعي.
شو تقول ها؟ تقول دللول 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 يا يما دللول، يما دللول، وابوك عنك شنو يقول؟ يا يما مذهول. تنجر هذه الأخيرة. يما الشاب في السهم والعقل مذهول. طبعا يبدي وراء الحديث ومن بعده نعي همين نختم. وآخر المجلس تكون قصيدة فزاعية خفيفة. طبعا هاي بقلم الشاعرة أم علي الإمارة. تكون هيك الخفيفة. يما يا من بالعزة تلطمي، ذكري وياك عبدها الله، يا من بالعزة تلطمي. هيك تصير الضربة مالته. ذكري وياك عبدها الله، ويا من بالعزة تلطمي. ها ذكري مصيبته ويومه، ذكري وياك عبد الله، من الدم ناقعه دومه. عبد الله وامه نوح مالهما، ذكري وياك عبده تصيح وليدي اسم الله. شوفي هاي الختمة هيك تصير. تصيح وليدي اسم الله، حسين ها حسين، ذكري وياك عبد الله. وبالأخير نختم بمن؟ نختم بالدعاء. أما إذا كان مجلس يصير به مثل وقفة أو مثلا تصير بالقصيدة الفزاعية الجنوبية، تنقري ومن بعدها الهوسات ونختم بالدعاء. هذا هو طريقة ترتيب المجلس، وإن شاء الله تستفادون من عنده يا رب. دمتم في رعاية الله.